حياكم الله أحبتي. جاي نشوف احنا الكثير من الجامعات يعني جاي يطلعون سفرات مختلط رجال ونساء، فالبعض من الأهل يعني ما يعرفون شو يقولون. مثلا احنا اليوم عندنا درس إضافي للبنات، يعني أنا أقصد للبنات، أو يعني لا نتأخر وهيجي، أو اليوم هم مقررين بالجامعات اليوم شنو ما يداومون، بس يقولون لأهلهم لا احنا اليوم دوام. فمن باب يعني حرصا على بناتنا واخواتنا هنا هاي شوف جاي يتباوعون هنا، يعني تعرفون يطلعن ويا رجال جاي يلعبن دومنا، يعني ما يصير اكيد يعني يكون هسه سفره ويطلع وياهم يعني كمدرسهم وهيجي مو مشكله، او هن يطلعن يعني الرجال يعني واحد بسياره، مو بسياره هسه حتى لو هم مختلط اي، بس مو يلعبون دومنا وطوبه يلعبون يعني مختلط. اني شفت بعيني يعني اكيد، فداخلي يعني ضجت، يعني حيل ضجت. وين نيجي فاحد الشخصيات ايش قال لي احنا كانت الدكتوره تنطينا درس بأحد الجامعات، يعني ما اذكر المحافظات اللي يعني هاي من كل محافظات جاي اشوفها. فيقول من بعد يعني هي جاي تحكي تشرح الدكتورة، قالت اكو هرمونات يعني لابد انتم الشباب كونوا تطلعون، الشباب والبنات كونوا تطلعون على مود شنو اكو هرمونات مدري شلون. هو ما نقل الصورة يعني بصورة صحيحة، قلت له يعني شنو الهرمون؟ قال على مود تصير بيناتكم هاي المودة ومدري شلون، يعني هم المودة من يمي ما ادري هو شلون نقل لي اياها. لابد يعني اختلاط وهيجي. صراحة يقول دفعة احنا اول ما طلعنا من المحاضرة قررنا شباب الاسبوع سفرة. يعني انت تصور يعني كدكتور او كشخص يعني اليوم هو اللي يدرسهم هذه يحفزهم على هذا الشيء. انا ما اقول لا طلع سفرات، لا اكيد يعني اكو ترى يعني مذكورة روايات عن السفر مؤكد يعني بيها لابد الى فد سياق، يعني والدكتورة او هو هذا الدكتور موجود وياكم. فنقول قررنا هذا وكل احنا ثاني يوم يعني الاسبوع جاي رحنا سفرة، فانت اليوم جاي تحفز له على شيء خطأ مشكلة ومن دكتور. حرصا على بناتنا اخواتنا انتبهوا لهم. والله يعني اليوم مشكلة يعني لعبن دومنا ويا الرجال وهذا. يقول يعني من رحنا هم بعدين من رحنا احنا هذا ينقل الشخص من رحنا هم بالسفرة يعني سيارة كبيرة كوستر او ما اعرف. يقول قعدنا هم ماكو مكان وين اقعد، قعدت بصفه هيك الامر. يقول الواحد يا امهات يا اباء يا اخوان انتبهوا لاخواتنا وبناتنا. فشن هو يعني البعض حتى يخلن هذا المكياج والهذي ولبسنا، يعني تعرفون مرات يطلع هذا ايديهن من هذا حرام، الرجلين يعني هذا اللي اطافر وهيجي. اكو هواي امور وهم نحكي على اللي يعتهم دين، اكيد هذيك اللي ما عندها دين بحثا اخر. محبتي لكم ان شاء الله، فلا تزعلون من عندي حرصا عليكم. الله يوفقكم ان شاء الله تعالى. لا تنسون مدعاكم. في امان الله.